ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بصحة وخير وسعادة. وخليني اغير المقدمة النهاردة وادعيلكم بالصحة اكتر. لتجربة ما عشتها كده خلتني ادعي للمرضى اكتر، وادعي للاصحاء ان ربنا يحافظ لهم على صحتهم، ويقدرهم يساعدوا المرضى او الناس الضعيفة او الناس اللي محتاجة لهم في اي وقت. الفترة اللي فاتت لما اختفيت شوية وكنت تعبانة والناس مش عارفة أنا عندي إيه، كانوا بيسألوا عليا. الحقيقة الأول أنا لازم أقولكوا شكرا إن انتوا سألتوا عليا. تاني حاجة أنا جاتلي رسائل كتير قوي قبل ما أقول إن أنا تعبانة وإن أنا هعمل عملية. جاتلي رسائل بتقول طب انتي عندك إيه؟ وبعدين دخلت اعمل عمليه وطلبت تدعولي، والحمد لله الحمد لله ربنا نجاني. وانا شاكره جدا لدعواتكم الحلوه. تعليقاتكم كانت جميله جدا، حتى الناس اللي بعتت لي رسائل كانت الرسائل حلوه قوي قوي على الفيسبوك والانستجرام. انا شاكره جدا للرسائل دي. كنت محتاجاها في الوقت اللي فات، ولسه برضو هحتاجها. وبما ان الرسائل والتعليقات سألتني انتي عندك ايه، فأنا قررت أقول لكم أنا عندي إيه بالظبط. الحقيقة أنا اكتشفت من أكتر من 4 أو 5 سنين إن أنا عندي حاجة اسمها أورام ليفية. طيب هي سريعا كده المعلومة، الأورام الليفية دي بتيجي لكل بنت أو سيدة حسب عمرها أو اكتشافها للمرض ده. كل واحدة من أصل 5 أو 7، يعني على حسب المصادر، حد قال واحدة كل 5 وحد قال تاني واحدة كل 7. الخطورة إن الورم ده يكون حجمه كبير فيعمل نزيف شديد ويؤدي الأنيميا والآلام كتيرة جدا. من غير تفاصيل كتيرة يعني، خليني أقولكم إن أنا كنت بتعذب آخر 3 سنين لأن الورم ده كان بيكبر وما كانش حد قادر يعمل لي العملية خالص هنا في اسكندرية. واضطريت إن أنا أسافر محافظة تانية علشان أعمل العملية دي، عشان لقيت دكتور متخصص في النوع ده من العمليات. مريت بقى بالتجربة كاملة كده، تجربة كبيرة أخدت وقت ومجهود وصبر وألم شديد. أول حاجة كان مطلوب مني إني أكون هادية طول الوقت، إني ما اتعصبش لأن العصبية كانت بتأثر عليا بشكل مش كويس. كان مطلوب إن أنا ألتزم بالكلام بالظبط، يعني متحركيش ما تحركش، هناخد الأدوية دي هناخد الأدوية دي. ابتديت في اني قبل العملية بيومين انا مش هاكل خالص، وهاكل مربى وعسل. ويعني بعد شوية اسئلة كده وغلبتهم سمحولي بالبونبون، ان انا ممكن اكل بونبوني اللي هي السكاكر الحاجات الحلوة المسكرة دي، لكن مفيش اكل خالص لمدة يومين. وطبعا يوم العملية ما كانش فيه اكل خالص، وبعدها بيوم ما كانش فيه اكل خالص لان انا كنت تعبانة جدا وكنت محطوطة على جهاز تنفس، وكانت حالتي ما كانتش كويسة خالص، فما كانش لسه مسموح لي ان انا اكل. ابتديت اكل في رابع يوم بالليل. هي تجربة سيئة جدا وهزتني قوي واكتر حاجة كانت صعبة جدا عليا هي ساعة من عمري قضيتها لوحدي في جهاز تنفس. مفيش حد معايا. لظروف ما كان لازم اختي تودي العينة اللي جابوها من العملية، لازم تروح تتحلل وليها مدة معينة تتحلل فيها وإلا تبقى فسدت، وما نعرفش أصلا يعني نوع الورم ده هل هو حميد ولا سرطاني. برضو دي تفاصيل كتير قوي أنا ما كنتش حابة أن أنا أقولها، لكن اتسألت وأنا حابة أقول ليه بقى، ليه الموقف كان خطر وليه الدنيا كانت صعبة معايا. الساعة دي أنا قضيتها لوحدي محطوطة على جهاز تنفس. من سوء حظي يعني انه التمريض وقتها ما كانش كويس او محدش بص عليا خلال الساعة دي، فكنت قاعدة لوحدي مش شايفة كويس، مزغللة.
حاسة إن أنا خلاص أنا باموت، أنا روحي بتسحب منّي، أنا مش هاقدر أبقى عايشة، أنا خلاص بقى كده أنا ضعيفة جدًا، مش شايفة كويس، ما حدش معايا، مش قادرة أتنفّس. كانت حالتي بصراحة صعبة جدًا، وكل ما أفتكر الساعة دي أبقى يعني مش مش باقول شكرًا، باقول الحمد لله، يعني الحمد لله إن ربنا كتب لي عُمر جديد، لسه قدّامي حاجات أعملها، وطول ما أنا باتنفّس لسه في حاجة ربنا عايزني أعملها أنا لسه ما عملتهاش، لسه ما كمّلتهاش في حياتي. فباقول الحمد لله يعني. من ضمن الأسئلة اللي جات لي هو ما كانش ينفع تحلّي المشكلة من غير ما تخشي تعملي عملية؟ فأنا حابة أقول للي سألني السؤال ده لأ، ما كانش ينفع لإن الورم عندي كان كبير جدًا، كان عدّى ال10 سنتي وما ينفعش إن أنا أسكت على كده، وكان مسبب آلام ومشاكل كتير جدًا. آمم، في العمليات اكتشفوا إن هو مش ورم واحد، إن هُم 9 أورام، في 8 غير الورم الكبير، وكانوا برضه بيكبروا. الخطورة في الأورام اللي فيّا إن بيبقى لها شريان لوحدها بيغذيها، ومتوصّل بيه كولاجين كمان من الجسم، يعني قابلة للنمو، وممكن يوصل حجمها لحجم بيبي، يعني حجم سيدة حامل. ممكن تقروا أكتر عن الموضوع ده لأنه أنا يعني قعدت أقرا في الموضوع ده كتير جدًا، لإني كنت عايزة أفهم، وبرضه مش فاهمة أوي زي الناس المتخصصة. فما كانش ينفع أحلّه من غير عملية، وكنت أتمنى إن أنا أقدر أحلّه من غير عملية، بس معلومة أنا بقى لي 3 سنين قبل العملية باحاول أحلّه بأدوية كتير جدًا، جدًا، جدًا. أدوية تتخنّي شوية، ترفّعني شوية، تخلّيني جسمي مَيّة، تشيل المَيّة من جسمي، يعني جرّبت كل الحلول السلمية قبل حل الجراحة. آمم، من الأسئلة تانية برضه اللي جات لي، ليه أروح مكان تاني، ليه أروح محافظة تانية؟ أنا الحقيقة رُحت محافظة تانية لإن أنا في المحافظة اللي أنا فيها، أنا في محافظة الإسكندرية، اللي هي عروس البحر الأبيض المتوسط. هي الناس اللي تعرف إسكندرية، الناس اللي برّه مصر، هي مدينة جميلة جدًا، فيها كل حاجة، لكن الطبيب بتاعي كان صريح جدًا معايا، قال لي: "أنا ما أقدرش أعمل لِك العملية لإنِّك هتنزفي جدًا، ولازم تدخُّل سريع، ولازم يبقى في أوضة عمليات مجهّزة للموضوع ده." فاضطريت إن أنا أروح محافظة تانية. دي أغلب الأسئلة اللي اتسألتها. آمم، التجربة كانت قاسية عليّا جدًا. آمم، كمان إن المعلومة ما كانتش واضحة أنا هاتعافى إمتى، فاتقال لي بعد 10 أيام هتبقي كويسة، بعدين زُرتهم بعد 10 أيام تاني، اتقال لي بعد شهر هتبقي كويسة. ابتديت أقرا أكتر وأعمل بحث، لأ بعد 6 شهور هابقى متعافية، المفروض إنه عشان في غرز وجراحة وحاجات كتير، وأنا المفروض إن أنا لسه التعافي بتاعي هياخد وقت. عشان كده أنا لسه محتاجة دعواتكم الحلوة إن أنا أكون في أحسن حال، وإن إحنا نرجع نعمل فيديوهات كتير زي الأول. وأنا شاكرة وممتنة جدًا لكل الناس اللي سألت عليَّ، حتى التعليق السلبي أنا ممتنة ليه جدًا، لإني لمّا رديت عليه صاحبه ساحبه وقال: "أنا آسف وما تتضايقيش وما تزعليش." فأنا شاكرة جدًا حتى للتعليق السلبي. رسايل كمان أنا شاكرة ليها جدًا، والأسئلة أديني جاوبت عليها أهو في فيديو. آمم هاقول لكم أنا اتعلمت إيه من التجربة دي. أهم حاجة أنا اتعلمتها من التجربة دي إني ما اصدقش السوشيال ميديا بس، وإني لمّا أدوّر على حد يساعدني أكون متأكدة إنه يقدر يساعدني، وإن الإنسانيات أعلى من الماديات في حياته. من غير تفاصيل، من غير كلام كتير، أنا مريت بتجربة شُفت إن الفلوس فيها أهم من صحة المريض، وشُفت إن الاهتمام بالمريض مش حاجة مهمة، ودي مش حاجة حلوة، أو أنا فرحانة إن أنا اختبرتها. أنا كنت أسمع عنها وعمري ما اختبرتها، ولمّا اختبرتها اتضايقت جدًا إن في ناس فعلًا موجودة كده في الدنيا. أتمنى إن الناس دي تهدى، وكل الناس تبقى في أحسن حال، ويحسوا إن ربنا موجود، وإن عشان ربنا موجود وسايب لنا نَفَس نتنفس بيه لازم نعمل حاجات حلوة في حياتنا عشان لمّا نبقى مش موجودين يقولوا الله يرحمه فلان كان كويس، الله يرحمها فلانة كانت كويسة. أنا عارفة إن الفيديو طويل دوشتكم، هاعرض لكم كمان صور.
اول مره تتعرض، ما اتعرضتش على الانستجرام ولا الفيسبوك خالص، وهتتعرض في الفيديو ده وبعد كده هبقى انزلها على الانستجرام. صور من العمليه. العمليه كانت كبيره، وللاسف انا محدش قال لي في الاول انها عمليه كبيره، وكنت اتمنى ان انا ابقى عارفه ان انا هخش في تجربه كده او حاجه صعب عليا كده علشان اعمل حاجات كتير قبلها. بس مادام انا تخطيتها وقويه ولسه عايشه، ان شاء الله هتعافى وابقى في احسن حال. شكرا ليكوا تاني من قلبي على كل حاجه بتقدموها لي، من اول التعليقات ومن اول اللايك اللي انتوا بتحطوه لي. شكرا. هنا كنت ابتديت بقى الصيام بتاعي اني مش هاكل اي حاجه غير المربى، وطبعا روح المصورة اللي جوايا خلتني اصور الصورة علشان تفضل قاعدة معايا سنين جاية، افتكر اليومين اللي انا كنت باكل فيهم مربى، وان دلوقتي بهرب منها لما اشوفها في التلاجة. كجزء من التمرد بتاعي او عدم ادراكي ان العملية سهلة بقى زي ما اتقالي، فروحت المستشفى وانا عادي مبسوطة بقى ومش متوترة قوي وعادي. وبعدين ابتديت اجهز بقى للعملية، فنشيل الميك اب، نشيل اللانسز، ونبقى مستعدين. اللي بيحب التصوير زيي هيبقى عارف احنا ليه بنصور حاجات تبان للآخرين انها تافهة لكنها مهمة جدا، زي تفاصيل الاسورة اللي انا لابساها دي اللي مكتوب عليها كل معلوماتي، وزي مثلا التاتو بتاعي انه الصورة دي بتاعتي انا او بتسجل مرحلة في حياتي. اكبر نعمة في حياتي هي اختي، السند الحقيقي اللي من غيرها ما اقدرش اعمل اي حاجة ولا احقق اي حاجة من اللي بتمناه. فضلكوا ادعوا لنا دايما ان احنا نكون مع بعض سند لبعض. طبعا قبل ما ادخل العملية كنت موصية ان انا عايزة اتصور كتير، عايزة اسجل اللحظة دي، مهم عندي ان انا اشوف شكلي كان عامل ازاي، وتبقى ذكرى اشوف فيها اني تخطيت التجربة وحجم الألم ده. مهما حاولت اقولكوا ان انا فاكرة الألم كان عامل ازاي، وفاكرة كنت بقوم ازاي اتكلم وارجع انام تاني، بس كنت بحاول ان انا ابقى قوية طول الوقت. بس زي ما بقول دايما ان جسمي كان معاندني، فجأة بقت حرارتي عالية، ضغطي عالي، تعبانة مش قادرة اتنفس خالص، تركب لي الاكسجين تقريبا 5 مرات. آه، كنت تعبانة وبحاول ان انا، لا انت قوية، لا هتكملي، لا هتقومي، هنروح، لازم نروح. هنا كنت اتخلصت خلاص من الكانولات الكتير اللي في ايدي، كان متركب لي 2، شلتهم وركبت واحدة وحسيت قد ايه هي خايفة. قلت لها تعالي بقى نتصور مع بعض، انا ان شاء الله هبقى احسن. هنا محاولة ان انا اكون قوية، واني اتصور صور افتكر بيها التجربة بعد ما اتخطاها باذن الله. الجهاز الازرق اللي شايفينه في كل الصور تقريبا ده جهاز فيه مسكن، من غيره مش عارفة كنت هبقى عاملة ازاي، لاني كنت بتألم لو انا وقفته. اول سيلفي ليا بعد العملية وانا خلاص بقى هخرج واسيب المستشفى، ده تاني سيلفي لما نزلت تحت في الريستوران لتحت مستنية شوية، واول كوباية كافيه اشربها من 4 ايام 5 ايام كانت هي الكوباية دي. بعد خروجي من المستشفى بيومين، من غير فلتر، من غير ميك اب، من غير اي حاجة، وانا بحاول اكون كويسة، تخيلوا حياتي فضلت مربوطة بالكانولا دي وقت طويل قوي، لان كنت محتاجة المسكن اللي في الجهاز، وللأسف كان اتسد، فكانت أختي بتسحب بسرنج كده من الجهاز وتديني في الكانولا الدواء المسكن. أول لوحة رسمتها بعد العملية وهتفضل ليها مكانة في قلبي، إني تغلبت على الألم وأنا برسمها. طبعا دي ألوان مية وحبر. لما بنبقى معالجين بالفن أو مدربين حياة للفن العلاجي
بيبقى مهم بالنسبة لنا إن إحنا نجرّب على نَفْسنا كمان، نقدر نتخطّى أي شيء وإحنا بنمارس حاجة بنحبها زي الفن بمختلف أنواعه. دي صورتي بعد أول أسبوع تقريبًا وأنا باحاول أكون كويسة، وأنا حاطة makeup وباينة كويس، لو حد ما يعرفش أي حاجة هيقول البنت دي شكلها كويس، بس لو دققتوا النظر كده هتحسوا قد إيه أنا كنت تعبانة وباحاول أداري ده بالmakeup. في النهاية أنا ممتنة لكل حد وقف جنبي وساعدني، لصحابي ما سابونيش وكانوا بيكلموني طول الوقت، صحيح مش بارُد عليهم، بس كانوا بيسألوا عليَّ، وممتنة جدًا لكل رسايلكم وتعليقاتكم، شكرًا إن أنتم كنتم معايا، آسفة جدًا على التأخير، أنا لسه تعبانة لكن إن شاء الله هاكون متواجدة معاكم، أنا ممتنة جدًا للتجربة وللصحة، الحمد لله على كل حاجة، والحمد لله اتعلمت حاجات كتير أوي. أهمها إني ما أصدّقش كل اللي بيتحط على النت والسوشيال ميديا بالذات عن الدكاترة والفرق الطبية، وما أطلبش مساعدة حد إلا لمّا أبقى واثقة إنه يقدر يساعدني.